تفتكر ازاي واحد ما بطلش مذاكره طول السنه يجيب 70% بس؟ قبل ما تقول ان ربنا ما وفقوش، ليه ما تسالش نفسك هل هو كان بيعمل حاجات غلط ضيعت مجهوده في الارض؟ انا ساعتها ملاقي الطلبه والنهارده جاي اعرفك السر. فيا ترى بقى ايه هم اهم 5 اخطاء لو عملتهم فانت مش هتجيب مجموع، خصوصا رقم 5؟ بس لو انت فاكر ان ده فيديو نصايح عادي ممل فانت غلطان، علشان هاخدك معايا في اول ايفنت احضره في حياتي واعرفك الاخطاء كلها اثناء رحلتي. السلام عليكم يا جدعان، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الفيديو بتاع النهارده مميز جدا ان شاء الله عشان فيه تجديد كبير يعني. بدل ما نقول نصايح بشكل تقليدي عادي، لا قلت اخدكم معايا في اول ايفنت احضره في حياتي. الايفنت ده مش ايفنت اللي هو الطلاب الجامعيين والكلام العادي اسمه لانش باد اكسبو، معمول للبيزنس واصحاب البيزنس. طبعا في هناك بقى رجال اعمال مهمين وناس ذو خبره يعني في مجال البيزنس والاداره الاعمال والاقتصاد. قلت اخدكم معايا يوم كده، بما ان انا اصلا دلوقتي ستيل في الزقازيق اهو. اطلع دلوقتي على الموقف بتاعنا ان شاء الله عشان الايفنت في القاهره. وصلنا للموقف، مستني صاحبي. المفروض الفكره ان احنا المفروض الايفنت الساعه 10 الصبح، الساعة دلوقتي حرفيا تقريبا 11 ونص، واحنا لسه في الزقازيق اصلا، ما رحناش القاهرة، وهو لسه ما طلعش من البيت. فاللي هو صباح الانصام بالمواعيد واحترامها والله. نبدأ دلوقتي بالغلطة الأولى. الغلطة الأولى دي بصراحة كان ليها موقف مميز معايا شوية، لأن المفروض في واحدة قريبتي يعني طالما اللي هي مش هقولها يمين، بس المفروض أنا كنت حذرتها من النقطة دي وما سمعتش كلامي وزعلتها جامد يعني. لما تبقى باقي لك فترة على الامتحانات بتاعتك، او باقي لك مدة صغيرة انت عارف ان انت مضغوط فيها وعندك حاجات كتير محتاج تخلصها، لازم قبل ما تبدأ تعمل اي حاجة لازم تكون فاهم المدة دي هتمشي ازاي، لازم تكون مخطط لها كويس جدا، لازم تكون فاهم انت هتعمل ايه في كل يوم فيها بالذات، بدل ما اقول وياخدني الحماس ويلا انا هبدأ واعمل والكلام الجميل ده. لازم نسبقها خطوة مهمة جدا، تبدأ تشوف انا باقي لي كام يوم والمدة اللي عندي المفروض تخلص هي قد ايه. فوالله لو المدة اللي عندي مناسبة ان انا اخلص اصلا كل المنهج فخلاص انا هاخد كل المنهج. طب مش مناسبة، هبدأ اركز على الحاجات اللي بتيجي في الامتحان كتير، ابدأ اركز على الحاجات اللي عليها درجات كتير، ابدأ اركز على الحاجات الصعبة، ابقى محدد ايه الحاجات اللي بتيجي سهلة في الامتحان فممكن المها في وقت قليل، ايه الحاجات اللي مثلا فصل ثالث الفيزياء لازم ابقى عارف ان ده هدي وقت اكبر بكتير من باقي الفيزياء العضويه، اكيد هدي وقت اكبر بكتير من الكيمياء. الحاجات الصعبه التقيله دي انا لازم اكون محدد انا هعمل فيها ايه. فطبعا انا قلت لقريبتي دي يعني ان هي لازم تحدد المده اللي هتعملها وهتعمل فيها ايه وتنظم كل يوم منها. حاول ان هي كمان تسيب ايام فاضيه في الاخر بحيث ان هي تلم نفسها، بحيث ان هي ما يبقاش الموضوع بالنسبه لها غير منظم، لان انت ممكن تقعد تحل كتير وتتعب كتير وبتاع وفي الاخر تيجي تلاقي نفسك قبل الامتحان ما خلصتش اصلا. اوعى تعتمد او تمشي بالبركه، لازم تكون ماشي بنظام وسيستم محدد ومقسم الكميه اللي انت هتاخدها ومحدد انت هتاخد كل يوم قد ايه، المنهج يخلص معاك امتى، سايب لنفسك ايام احتياطي كمان بحيث لو ما لحقتش خالص في الميعاد انت حاطه او حصل اي ظرف الدنيا ما تبص منك. فعشان كده انت لازم تتجنب اول غلطه ولازم تكون محدد كويس جدا انت تعمل ايه في الفتره بتاعتك كلها من اول لحد اخر يوم فيها. بس لو فاكر الحقيقه ان دي الغلطه الوحيده اللي انت بتعملها فللاسف انت في غلطه تانية اكبر. طب دلوقتي يا جدعان احنا خلاص وصلنا القاهره، احمد صاحبي اهو. عامل ايه يا احمد؟ والمفروض احنا دلوقتي رايحين فين؟ هو المترو ده هنا مش المفروض في المترو ده محطه لوحده صح؟ فالمهم بقى كنا بنتكلم في الجزئيه بتاعت النصيحه الثانيه، مش معنى انك ما غلطتش الغلطه الاولى فانت هتسلك معاك وممكن ما تقعش في الغلطه الثانيه، لان دي حرفيا 90% من الطلبه تقع في الغلطه الثانيه دي، وهي تلاقي الطالب ده اللي هو طول الوقت عايش بيفكر في النتيجه، نايم صاحي قايم رايح الدرس جاي من الدرس بيفكر في النتيجه. طب هل انت بتتعب التعب اللي يخليك ما تقلقش من النتيجه؟ طب هل انت مثلا خوفك من النتيجه ده ولا وتوترك منها خليك كل شويه بتزود مجهود، كل شويه بتشوف انت مقصر في ايه؟ فانا مثلا دلوقتي لو خايف من الفيزياء أو ممكن ادني قاعد كل يوم بصحى نايم انا بخاف من الفيزياء، الفيزياء مش عارف احلها، مش عارف اعمل حاجه فيها، مش عارف اعمل اي حاجه في اي حاجه، بس ممكن اعمل حاجه تانية وهو ان انا ابدا دلوقتي احدد الفصول اللي انا واقع فيها في الفيزياء. ما اكيد مش واقع في الفيزياء كلها، حتى لو واقع في الفيزياء كلها خلاص مثلا هبدا كل يوم اخد فصل من الفصول الحديثه، فخلاص الحديثه خلصت معايا في 4 ايام ولا 6 ايام حتى. بعد كده الكهربيه كل يوم اخد منها نص فصل، خلصت معايا كمان في 8 ايام. خلاص انا خلصت الفيزياء جبتها حرفيا من الصفر. ليه؟ لان انا كنت خايف منها، فخليت الخوف بتاعي كان محرك ان انا اشتغل على الغلط او الضعف بتاعي واصلحه وقويه. فانت لازم تفكر بالمنطقه دي وتتجنب الغلط التاني، هو انك بطل تفكر في الحاجه اللي مش في ايدك وفكر ارجوك في السعي بتاعك شويه. النصيحه الثالثه هتبقى مميزه شويه لان انا هخلي احمد صاحبي هو اللي يقولها مش هقولها. طبعا احمد صاحبي قال ان هو مش محضر على اساس ان انا محضر الغلطه الثالثه يعني، بس هو قال لي عليها بصراحه. والحقيقه ان انا خدت بالي ان تقريبا الغلطه دي تكرر تقريبا على كل الدفعات. عمرك سالت نفسك ليه في 2 طلبه كل سنه يكون واحد منهم شاطر جدا والتاني مستواه متوسط او اقل من المتوسط كمان، بس المتوسط ولا المتوسط ده جاب مجموعه اعلى من الشاطر والاثنين اجتهدوا ما غشوش؟ مع ان ما بتكلمش في الحالات اللي فيها غش او ان طالب منهم بيغش او حاجه،
الاثنين دخلوا الامتحانات، الاثنين كانوا بيحلوا بس كل واحد بمستوى، لكن اللي مستواه اقل هو اللي جاب مجموعه اعلى، طبعا بعد توفيق ربنا. لان في مقوله بتقول انت عندك في احمق مركز يغلب عبقري مشتت، فعشان كده انت لازم في الفتره دي ما تغلطش الغلطه الثالثه نهائي نهائي نهائي، وهي ان انت تكون ما بتعرفش تقول لا. لازم تعرف تقول لا في الفتره دي. لازم لما مثلا تجي لك خروجه في الفتره دي ترفضها، مناسبه عند قرايبكم ارفضها، ليلتين هتنامهم زياده، ساعات نوم زياده، كل الحاجات دي ارفضها. كل الحاجات دي هتضطر انك تقول لها لا، ولو مش قلت لها لا فللاسف هتشتتك وتبعدك عن الحاجه اللي انت عايزها، فانت بتقول لا لحلمك اخر السنه. اهم مشتت بالنسبه لك الفتره دي بجد هو الموبايل. لازم تحاول تخلي الموبايل اقل فتره ليك ممكنه في اليوم. يعني مش هقول لك امنعه لان انت طبيعي مش هتعرف تمنعه، ما اقدرش استغنى عن الموبايل. فكنت بعمل ايه؟ كنت بخلص كل اللي ورايا طول اليوم وافضي لنفسي اخر ساعه ساعتين في اليوم بفتح فيه الموبايل. ما خلصتش خلاص، هو حته حديده مرميه بالنسبه لي طول اليوم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت عشان المنصات بتاعتك اي محاضره نزلها على التليفون عندك او امسح التطبيقات التانيه اللي بتشتتك لو مش هتعرف تنزلها على التليفون عشان هي بنت. فلازم تتخلص من اي حاجه بتشتتك. وهتغلط الغلطه الثالثه وهو ان انت تبذل مجهود على الفاضي بس جنبه تشتت، فمش هيؤدي لاي حاجه. بس لو فاكر بقى ان الغلطه الثالثه لوحدها دي هتمنعك انك ما تجيبش مجموع، لان الغلطتين الباقيين لو عملتهم فانت حرفيا بتضيع نفسك. قبل ما اعرفك الغلطه الرابعه، يلا بينا نركب المترو. هنا بقى كنت بتابع خدمه مذاكراوي وبشوف الشكاوي بتاعتكم عشان نحلها باذن الله. بالمناسبه دي اسمح لي اقول لك، لو انت حاسس بتوهان وتشتت ونفسك تسال حد قابل نفس الصعوبات اللي انت بتمر فيها دلوقتي بس نجح ان هو يعدي منها، او عندك تراكمات مش عارف تخلصها، عايز جدول مذاكره خاص بيك ويبقى معاك دكتوره تتابعك وتظبط لك مذاكرتك طول الشهر واللي بالمناسبه هتبدا امتحاناتك فيه، فحاليا حجز خدمه مذاكراوي لشهر 6 فتح. بس للاسف الاماكن المتاحه قليله جدا لدرجه اننا بنرجع فعلا ناس كتير بعد كده. فلو انت عايز تلحق اخر فرصه ليك في السنه دي حرفيا، هسيب لك اللينك في الوصف وفي اول تعليق لو انت على اليوتيوب، اما لو انت على باقي المنصات ابعت لي برايفت وهرد عليك باذن الله طول ما الحجز مفتوح. دلوقتي يا جدعان العق ده، يعني العق ده انا جايبه معايا، استغفر الله العظيم، وفي الاخر بيتكلم في التليفون وانا موجود يعني. يلا يا عم يلا. بص يا ايه دي؟ تامر حسني كان بيغني في البتاع. المنطقه دي حلوه قوي يا جدعان. نرجع بقى للفيديو بتاعنا. هنا نزلت من المترو، كان المفروض انا وصلت ميدان التحرير المكان اللي احنا رايحين الايفنت فيه. يا ربنا احنا تايهين والباشا مش شايلني شنطه يعني والله. مش حاجه. والله يا رب نوصل ما نرجعش الزقازيق فاضيين من غير ايفنت. يا مسهل قربنا ولا ايه؟ يا عم انا خايف الايفنت يكون في الزقازيق في الاخر. مستني بقى المساحات الخضراء وبتاع، تقريبا مفيش مساحات خضراء، انا اتغفلت. هي دي يا ابني المساحات الخضراء يا ابني. دي الكامبس اهي مكتوب فوق اهي، شايفها؟ ايه؟ لك اهي. اه يا عم ممكن جواه بقى مساحات خضراء. ما هو ده الكامبس. قلنا يكون في مساحات خضراء ولا دلوقتي يا جدعان احنا وصلنا طلع في مساحات خضراء بس مش قوي يعني، مش خضراء قوي ايه ولا خضراء قوي، لا هو في شجر بصراحه بس مفيش مساحات. وفي ناس بس انا مش فاهمين نعمل ايه بجد. بتقول ان لازم الشركه تخلي الامبلوي اللي بيشتغل معاها بارت اوف ذا فاميلي، يكون عارف الشركه دي رايحه لفين، يكون حاسس ان هو جزء من الكيان، حتى بعد كده حتى لو هو ساب او ايا كان لا يفضل ممكن يشتغل معاها بطريقه ثانيه. مظبوط ولا لا؟ طب انا دلوقتي هحط نفسي مكان الاودينس وهسالكم سؤال. ودلوقتي الحمد لله وصلنا الساعه 9 في الايفنت، خلصنا معظمه بصراحه، كان ايفنت كويس. بس زي ما قلت لك الثلاث غلطات الاولانيين مش كفايه خالص ان انت تجيب مجموع، لان انت ممكن تتجنبهم بس تقع في الغلطه الرابعه واللي انت غالبا موجود فيها دلوقتي. لما بتيجي تحل اسئله بتلاقي نفسك حليت اسئله كتير غلط، الرياكشن بتاعك او رد فعلك ساعتها بيكون ايه؟ للاسف 90% من الطلبه بيبقى الرياكشن بتاعه ورد فعله ان هو انا حاسس بتوتر، حاسس بقلق. اول حاجه بتيجي في دماغك ان انت هو انا هحل كده اخر السنه، وانا طيب ده لما اجي احل امتحان شامل مثلا او امتحان على المنهج كله يعني، اجي احل اول سؤالين ثلاثه الاقي نفسي ما عرفتش اول سؤال منهم وتاني سؤال، بعدين جاوبت سؤالين وقفت في 5 تانيين، فاقعد اقول لنفسي وانا كده احل اخر السنه. تقعد تحسب لنفسك مجموعه، طب لو نقصت 5 درجات في الفيزياء هيحصل كذا و10 في الكيمياء هيحصل كذا، وبعد كده يجي لك احباط ويأس وقلق وتوتر. كل الكلام ده ما ينفعش تقعد تفكر فيه ولا تقعد تشغل دماغك بيه. لازم تشفت النظره بتاعتك للحل الغلط، تبدا تقول لنفسك ان الحل بالنسبه لك هو انه
بتزود معلوماتك، وبغلط انا دلوقتي عشان ما اغلطش بعد كده. فالهدف بتاعي ان انا اغلط دلوقتي كتير، بس اهم حاجه الغلطه ما اغلطش فيها غير مره واحده. يعني غلطت في النوعيه دي من المسائل خلاص ما تتكررش، انا حاططها في كشكول الافكار عندي او كشكول الحاجات اللي انا بغلط فيها وخلاص الموضوع منتهي بالنسبه لي. لازم تكون واخد بالك من النقطه دي كويس جدا، ولازم تبدا تتجنب الغلطه الرابعه، وهي ان كل ما تيجي تحل غلط تلاقي نفسك في يأس وخوف وتوتر وقلق، وتبدل ده بان انت لا، كل غلطه هي بتزودك اكتر في الدرجات اخر السنه. نفس السؤال ده كنت انت هتغلطه اخر السنه، بس انت غلطته دلوقتي فتعلمت منه، فمش هتغلطه اخر السنه باذن الله. واجهز نفسك بقى علشان نيجي لاهم واخر غلطه في الفيديو كله. تفتكر ايه هي اهم واخر غلطه انا ماجلها لاخر الفيديو؟ عمرك شفت واحد صاحبك بيدخل الامتحان كده بتلاقيه في حاله برود مش طبيعيه، وانت جنبه بتبقى قاعد حرفيا بتتنطط بالتوتر ومش عارف تلاقيها منين ولا منين، ناسي نص الاجابات ومش عارف تجاوبها ولا صح ولا غلط؟ عمرك حسيت بالاحساس ده؟ بالنسبه لصاحبك الاولاني ده فهو بنسبه معينه بيكون الشخص هو مولود كده وطبيعته كده، بس بنسبه كبيره بيكون الشخص ده متدرب على الامتحان قبل ما يدخله. فمن المنطقي والطبيعي جدا جدا انك الحاجه اللي انت اتدربت عليها 5 6 7 8 9 10 15 مره، لما تيجي تعملها في المره ال 16 في الامتحان اخر السنه هتلاقي ان الموضوع بسيط معاك وعادي جدا، بخلاف انك لما تيجي تحل امتحان شامل فتحبط فتقرر انك ما تكملش، يبقى انت حليت امتحان شامل او اتنين بالكتير طول السنه على المنهج كله، فتيجي اخر السنه تلاقي نفسك مش عارف تجمع بين الابواب ومش عارف تتكلم ومش عارف تعمل اي حاجه، فساعتها هتزعل جامد جامد جامد، لانه ساعتها هتكون انت وقعت في الغلطه الخامسه، وهو انك ما اتدربتش على الامتحان قبل ما تدخله. لازم تتجنب الخمس غلطات دول عشان لو ما تجنبتهمش عارف هيحصل فيك ايه.